اهلا بيكم في فيديو جديد. تعالوا نعمل البيتزا في البيت بمقادير بسيطة وخطوات سهلة. هنعملها احلى من بتاعة بره كمان، هشة وطرية وكلكم ومطة الجبنة كوم تاني خالص حكاية. هقولك الخطوات الصح اللي تطلع معاكي عجينة البيتزا مظبوطة وصلصة البيتزا بأسهل طريقة ممكن تتخيليها، وكمان التريكات اللي هتخلي الجبنة تسيح معاكي وتمط مطة ملهاش حل. حطوا لايك للفيديو وشكرا جدا جدا للناس اللي حطوا لي لايك دلوقتي ولكل التعليقات الجميلة اللي انتوا بتكتبوها لي. ويلا بينا نبدأ وصفتنا على طول. هجهز خليط التخمير عبارة عن كوباية ونص مية دافية، كوباية دقيق، ومعلقة ونص خميرة، ومعلقتين سكر. انا بستخدم المعالق المعيارية. هقلب المكونات دي كلها مع بعض وكده خليط التخمير عندي جاهز. هسيبه بقى على جنب عقبال ما اجهز المكونات الجافة. في العجان هحط كيلو دقيق منخول متعدد الاستخدامات، شايلة بس منه كوب اللي استخدمناه في خليط التخمير، ومعلقة كبيرة لبن بودر، ربع معلقة ملح، وخليط التخمير كده جاهز معايا. هبدأ اضيفه على المكونات اللي في العجان. خليط التخمير ده سحر بجد، ليه فوائد كتيرة جدا. بيخلي العجين هش وبيحسن من طعم وريحة المعجنات قوي، وكمان بيخلي العجين ناعم جدا وطري وبيسرع في وقت العجن. وهشغل العجان على المكونات دي كلها تمتزج مع بعض 5 دقايق بس وهفصل وهكمل العجن بايدي. معايا ميه دافيه جنبي بضيفها بالتدريج. انا عايزه العجينه تبقى طريه وملزقه سنه بسيطه. هشغل العجان تاني. وعجينه البيتزا من العجائن القويه اللي بتحتاج عجن كتير، على الاقل يعني من 7 ل 10 دقايق، وكل ما تعجني فيها اكتر كل ما بتعملي لها عرق اكتر وتنعم معاكي وتديلك نتيجه احلى. هضيف 4 معالق زيت، بيساعد ان العجينه تلم معايا وما تلزقش في ايدي، وكمان بيدي نعومه وطراوه للعجين. دلوقتي هوقف العجان وابدا اعجن العجين بايدي، ودي المرحله المفضله بالنسبه لي. زي ما انتوا شايفين هيبدا شكل العجين ينعم. تفتكروا هرحمها؟ هفضل ادي فيها يمين وشمال وشمال ويمين واطلعها وانزلها لغايه ما تنعم خالص. وكمان مخبيش عليكم، دي طريقه ممتازه للتخلص من اي طاقه سلبيه في الجسم. وده بيكون شكل العجين بعد ما خلصنا العجن. بدهنه دهنه زيت، بغطيه بستريتش واسيبه يخمر حوالي 20 دقيقه او حسب الجو عندكم، المهم ان هو يهيش وحجمه يتضاعف. وزي ما انتوا شايفين العجينه اختمرت معايا وحجمها تضاعف وبقت زي الفل. هشيل الاسترتش وهبدأ اهبط في العجينة، اخرج منها الهواء. والحركة دي مهمة قوي لان ده اللي هيعلي العجينة وهيخليها طرية وهشة. هبدأ اقطع كده العجينة واخد كل قطعة بين ايديا، اكور فيها لغاية ما تنعم خالص وتبقى ملسة. المقدار ده عمل معايا 3 صواني. انا كمان عاملاها سميكة شوية، احنا بنحبها كده. لو انتي بتحبيها رفيعة السمك بتاعها رفيع هيطلع معاكي عدد صواني اكبر، ممكن المقدار ده يعمل 4 صواني مثلا. هغطي الصواني واسيبها ترتاح لغاية ما اجهز الحشو. دي صدور فراخ باردة انا بعملها وبحتفظ بيها في الفريزر، بتنفعني قوي في المدارس لسندوتشات الاولاد، بتبقى لذيذة قوي. لو عايزين الطريقة اكتبولي وانا انزلها لكم باذن الله. ببدأ اقطعها كده شرايح رفيعة. هي فكرة جميلة واقتصادية، يعني هي شبه قوي صدور الرومي الباردة، لكن طبعا دي اقتصادية اكتر وجميلة والله مش بتقول لا. انا اخترت اعمل البيتزا النهاردة ميكس لحوم، وطبعا الحشو ده اختياري حسب كل واحد بيحب ايه. قطعت الكمية كلها بنفس الطريقة وادي العجينة ارتاحت. وانا من باب التسهيل والانجاز يعني مش بحب افردها على رخامة ورش دقيق والكلام ده، بحب افردها جوه الصينية. بدهن الصينية زيت، وطبعا انا حاطه فيها العجينة ترتاح. وبعد ما ارتاحت معايا ببدأ بايدي كده افردها، بتتفرد معايا بكل سهولة. وبالشوكة هخرم العجينة كده بشكل عشوائي. ومعايا 3 معالق معجون طماطم و3 معالق كاتشب ومعلقة زيت عادي او زيت زيتون، ومعايا توم باودر وبصل باودر ورشة ملح ورشة فلفل اسود. ودي اسرع صلصة بيتزا ممكن تعمليها للناس اللي بتكسل تعمل صلصة مخصوصة للبيتزا زيي، وفي نفس الوقت طعمها جميل جدا. وممكن نضيف عليها معلقة زعتر لو احنا حابين. وهبدأ ادهن الصواني بطبقة حلوة كده من الصلصة، وهضيف طبقة كده بسيطة من الجبنة الموتزاريلا فوق الصلصة. واهم حاجة تكون بدرجة حرارة الغرفة، مش طالعة من الفريزر او التلاجة. وهبدأ بقى اكون طبقات الحشو. هضيف شرايح من صدور الفراخ الباردة اللي انا قطعتها، وهضيف قطع من السوسيس،
والحشوة انا مش بضيفها على بعضها كده بشكل عشوائي، لا انا بحب ارصها بشكل متناسق علشان يبقى في مسافة بين كل حاجة والتانية، وبعد كده بعد التقطيع كل قطعة تبقى واخدة حقها. وضفت شوية من اللحمة المفرومة، وهبدأ اوزع وردات كده من الفلفل. ودلوقتي هضيف الزيتون، وضيفي اي انواع جبن عندك. انا ضفت رومي وموتزاريلا. الجبنه الموتزاريلا بدرجه حراره الغرفه، وعايزه اقول لكم النوع ده انا جربته من فتره وعجبني جدا، ومن ساعتها انا بجيبه على طول معتمداه. وكده الصينيه دي جاهزه معايا، هدخلها الفرن. وهبدا اجهز الصينيه التانية. العجينه ارتاحت معايا، هبدا ان انا افردها في الصينيه واخرمها بالشوكه. وهفرد طبقه من معجون الصلصه اللي احنا جهزناه مع بعض. هضيف طبقه بسيطه من الموتزاريلا فوق الصلصه، وبنفس الطريقه هضيف طبقات من الفراخ البارده والسوسيس والفلفل والزيتون. واخر طبقه هحط الجبن، جبنه موتزاريلا وجبنه رومي. وزي ما قلنا ان من اهم اسباب نجاح العجينه ان احنا نختار نوع دقيق كويس ويكون قوي للمعجنات، ويفضل يكون 00. وكمان اختيار نوع الجبنه الموتزاريلا من التريكات المهمه اللي بتفرق، هو اختيار نوع الجبنه. لازم نختار نوع كويس، وكمان لما نيجي نستخدمه يكون بدرجه حراره الغرفه، ما يكونش طالع من الفريزر. ودلوقتي الصينيه التانية جاهزه معايا، هدخلها على فرن سخن من قبل على درجه حراره 200. واتفرجوا بقى معايا على جمال مطة الجبنه الى ما لا نهايه. شكلها خطير بجد يجوع. انا عايزه اقول لكم الفيديو ده معمول من يومين، بس انا وانا بعمل المونتاج انا جوعت تاني وقررت ان انا هعمل بيتزا تاني النهارده. العجينه طريه جدا وهشه، وعايزه اقول لكم من ألذ الطرق اللي انا عملت بيها البيتزا. روعه بجد، تحسوا ان انتوا كده قاعدين في نابولي وبتاكلوا البيتزا الايطاليه على اصولها، وهم بجد. وقبل ما اسيبكم تتفرجوا على الجمال ده، عايزه اقول لكم ان انتوا تقدروا تجهزوا العجينه وتحتفظوا بيها في الفريزر فتره، او تطلعوها على التجهيز على طول، وكمان ممكن تحطوها في التلاجة لو انتوا هتستخدموها خلال يومين. بتطلع خطيره جدا وكأنها لسه معموله دلوقتي، وكمان بتوفر عليكم وقت ومجهود. انا بعمل كده، بخرجها قبل الاستخدام بشويه تاخد بس درجه حراره الغرفه، وابدا افردها وهضيف عليها اي حشوات او مكونات متوفره عندي، وبتكون البيتزا جاهزه عندي في اقل من 10 دقايق. لو عجبك الفيديو واستفدتي باي معلومه ولو بسيطه، ما تنسيش تفيدي غيرك وتشاركي الفيديو علشان يوصل لاكبر عدد يستفيد منه. ما تنسيش اللايك وتعملي لي اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد قبل اي حد. والتاتش الاخير رشيت رشه من زيت الزيتون وزينت بالروزماري. وهسيبكم تتفرجوا على الجمال ده، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.